يا لهوي يا لهوي، ده هيطلع عين امي بكره في التمرين. الواد خد قلم على وشه وما نطقش، وعينه احمرت والغضب بيدق كده من عينه. انا خايفه قوي يا بنات، هيعمل فيا ايه بكره؟ يا بنتي بكره اجازه اصلا، ولسه معانا لنهايه الاسبوع. هدي نفسك كده ورخي جسمك علشان تستحملي في التمرين اللي هيحصل لك بعد كده. يخرب بيتك، هو انت كده بتطمنيني يعني؟ انا كده المفروض اطمن؟ امال طبعا بهديكي، اهدي بس. يلا بقى، الساعه بقت 12، انا عاوزه انام. اطفي النور، خلينا ننام بقى، يلا. كفايه كده النهارده، مش هطفي النور. اطفي النور يا بنت يا ليان انتي، اطفي النور يلا. واشمعنى يعني اللي تطفي النور؟ مش هطفي النور انا كمان، اطفيه انتي يا مكة. وانتي مش هتبطلي الحركات دي يا ليان؟ انتي اللي واقفه جنب النور، انتي اللي تطفيه. مش طافيه، اطفيه انتي. واكيد طبعا محدش فيهم قفل النور. التلاتة أعند من بعض وناموا على هذا الوضع لغاية ما النور صبح لوحده. وقامت مكة ونطت من فوق السرير، خرجت بره مكة، لقت الفطار متحضر على الترابيزة وجنبيه ورقة كانت مامتها سايباها، وكاتبة فيها إن هي سافرت عند أختها في اسكندرية عشان مريضة. وقالت لها يا مكة، يا ريت لما أرجع ملقكيش عاملة زي المرة اللي فاتت وموقفة شباب المنطقة على رجل واحدة. فمكة ضحكت وقالت حاضر يا ماما، أكيد لما ترجعي هتلاقيني موقفة المرة دي شباب المنطقة على إيديهم بقى مش على رجليهم. عيني يا ماما حاضر. يا بنات، يلا يا بنات، اصحوا عندنا مهمة صعبة. اصحوا يا بنات، يلا قوموا. لبسوا التيشيرتات السوداء ونزلوا تحت. يلا يا بنات زي ما اتفقنا، اجروا بسرعة من هنا ومن هنا، تجمعوهم لي على طول. حطت مكة كرسي في نص الشارع وقامت قاعدة وندهت على سيف وخلته يجيلها. يلا يا سيف، احكي لي بقى الاوضاع اللي في الحاره ايه، انا بقالي كتير منشغله في الكليه وما اعرفش حاجه عنكم. يلا، من غير كده. العم شعبان، العم شعبان ابنه اتهجم عليه، ضربه بالسكينه. ايه ده؟ ازاي؟ وعم شعبان حصل له حاجه؟ ازاي بس يحصل كده وانا ما اعرفش؟ ايه اللي حصل له؟ ما حصلش حاجه، هو دلوقتي قاعد في البيت مريح شويه علشان الجرح ما يفتحش. الحمد لله، جت سليمه على قد كده. هو كويس، بخير بخير. قول لي بس، الواد المجنون ده ليه ضربه بالسكينه؟ ايه السبب يعني اللي يخليه يعمل كده؟ هو تقريبا كان عاوز مخدرات يا ريسة. مخدرات؟ انا برضو قلت كده. طب في حاجة حصلت تاني؟ اه من يومين يا ريسة كان في واحد كده حاطط زي حاجة على وشه، وكان واقف باصص على العمارة بتاعتكو وكان مركز فيها، واول ما مسكته راح جري ووقع منه الاسورة دي. اتفضلي يا ريسة اهي. في نفس التوقيت ده كان الشباب صاحيين من بدري، وكانوا لابسين هدومهم ونازلين بيجروا على البحر. كان نوع من انواع الرياضة زي ما هم متعودين. واول ما وصلوا الحاره لقوا الحاره مقلوبه، ما كانوش فاهمين في ايه. مالك وزيد ما كانوش فاهمين، لكن احمد كان متعود على جنان البنات. وقف احمد وقال مكة يا بنت اللذينه انت يا بت. وجري احمد عليهم، والشباب التانيين جري وراهم. لقوا البنات موقعين بلطجيه في الارض ونازلين فيهم ضرب ومعلمينهم الادب. وقفوا باستغراب وبيبصوا لهم. ايه ده؟ بتضربيهم من غير يا مكة؟ ينفع كده؟ ماشي يا كلبة البحر انتي. ايه يا حمودي في ايه؟ ما هدي الوليات كانوا معايا، ما تزودهاش بقى، كنتش لوحدي اهو. مالك كان مستغرب، وقف الحاج صبحي وكان حابب يسأله ايه اللي بيحصل في الحارة بالظبط. فسأله قال له هو ايه اللي بيحصل بالظبط، ممكن تفهمني؟ لا يا باشا عادي يعني، ده التمرين الشهري، احنا متعودين على الوضع ده، يعني قعدة تدوير كده للشباب المنطقة، دول بلطجية ولازم يتضربوا. احمد طلع البنات في البلكونة فوق وقال لهم اطلعوا يتفرجوا من فوق وانا هكمل هنا تحت. كل بنات المنطقة خرجوا يتفرجوا هم كمان من البلكونات. لما شافوا مالك وزيد واحمد فرحوا قوي وكانوا بيبصوا عليهم منتهى الاعجاب. والبنات هم كمان كانوا متضايقين لما لاحظوا ان البنات بتبص وبتضحك. اما صحيح في ناس متهزقين وكرامتهم في الارض اهو بيتضربوا، وفي ناس كتير عايزه تخزق عينيهم. يلا يا حبيبتي منك ليها، كل واحده تشوف لها شغلانه في شقتها وتخش يلا وتقفل البلكونه وراها. اتجزوا، بيتك بيتك. بنات كتير حست الكلام عليهم فدخلوا قفلوا البلكونات ما عدا اتنين في البلكونه اللي تحت مكة على طول. كان جايلهم الجراءة وواقفين بيتفرجوا ومحلقين على الشباب ولا هممهم حاجة. فمكة لاحظت وفي ثانية كانت نازلة من البلكونة بتاعتها على البلكونة بتاعت البنات ونزلت عندهم. في ايه يا حبيبتي؟
بالكم انتوا الاتنين بتبصوا على ايه كده؟ بتبص على الشابين الامارات اللي واقفين هناك. قول صحيح، سمعنا ان هم ساكنين في الشقه اللي قدامك على طول. انتي ممكن تجيب لنا الارقام بتاعتهم وانا مش هنسالك المعروف ده يا مكه. ادخلوا جوه، ادخلوا. البنات خافوا من مكة وعصبيتها وعينيها اللي طاقة شرار، ودخلوا على جوه بسرعة وقفلوا البلكونة وراهم. أما مكة فنزلت برضه من البلكونة على الشارع تحت، وكانت هتقع على ظهرها لولا ان حد مسكها، وكان مالك شالها بايده. سيبني يا كلب يا جزمة، انت ازاي تشيلني بالطريقة دي؟ ايه ده، انت مش شايف؟ وفجأة ساب ايده فوقعت مكة في الارض ومسكت ظهرها. اه يا ظهري، اه يا جزمة، هو انا قلت لك سيبني ولا قلت لك ارميني على الارض؟ ظهري بقى انا ابقى جزمة؟ يعني انت سبت كلب ومسكت في جزمة؟ طب انا قلت يا كلب برضه. بصي، انا هغمض عيني وهفتحها، اللي لقيتك قدامي مش هيهمني انت بنت ولا ولد، ومش عارف اعمل فيكي ايه. طيران هوا يا باشا هوا. وجريت مكة من قدامه. بقى انا بيرميني على الارض كده؟ ماشي، فلتبدأ المعركة بقى، فلتبدأ المعركة. هيا بنا يا شباب. في التوقيت ده مالك فارد ظهره على السرير صاحي بس بيحاول يستجيب شوية. وكان زيد نزل يجيب حاجات من السوبر ماركت ولسه يدوبك قافل الباب وراه، لقى الباب بيخبط. فمالك فتح عينه وقال اكيد زيد الناس ياخد الفلوس زي كل مرة، الله يسامحك يا زيد. وقام عشان يفتح الباب بتاع الشقة، واول ما فتح الباب وخط خطوة قدام وقع على الارض ولقى حاجة محطوطة زي ما يكون زيت. هو ما كانش عارف يقوم تاني وفضل يقوم ويقع على الارض. لو رجعنا فلاش باك لورا شوية، كانت مكة بتفكر ازاي ترد المالك الوقعة بتاعت اللي هو وقعها لها الصبح. فجأة فكرت في الزيت ودخلت المطبخ، خدت ازازة الزيت جري وراحت خارجة ورشها على الباب بتاع مالك وعلى الأرض، ورنت الجرس وطلعت تجري. ولما قام مالك ويفتح الباب، أول ما خرج بره ووقع على الأرض. مالك لما عرف يقوم من على الأرض قعد يفكر وقال أكيد مكة هي اللي عاملاها، فجاب الكاتشب وغرق نفسه بيه ورجع تاني نام على الأرض، وفضل يعلي في صوته ويصوت بصوت عالي علشان مكة تسمعه. اما بقى اما كانت مكة كانت راجعة وكانت فاتحة التلفزيون وقاعدة بتتفرج على التلفزيون ولا كأنها عملت حاجة، بس لما سمعت صوت سويت مالك خرجت بره وبصت من العين السحرية. ولما شافت مالك مرمي في الأرض اتصلت بالإسعاف على طول وخرجت تجري، قعدت جنبه وهي بتعيط. كانت بتقول لو النبي ما تسيبناش، والله العظيم انا كنت بهزر، ما كانش قصدي اي حاجة، انا ما كانش قصدي افتح لك دماغك كده. كان زيد في نفس التوقيت رجع وكان واقف بيتفرج. ايه بالك في ايه؟ من الواد زي الفل اهو، الواد حير يرزق، ده مجرد كاتشب، هو انت مش واخده بالك ولا ايه؟ كاتشب اهدي في ايه؟ اه يا ابني كاتشب، بتخمني بكاتشب؟ اهدي كده، ده انا مسجل اعترافك كله، انت اللي دلقتي الزيت قدام باب الشقه عشان توقعيني وتموتيني. ماشي يا مالك، مردودالك، حاضر.